رسالة إلى الكابتن حسام حسن وجهازه المعاون، وطبعا كل من هو بيتابع المحترفين بالخارج. طبعا زي ما انتوا عارفين إن المنتخب بيلعب مباراتين في شهر 9. المباراة الأولى هتكون يوم 5/9 أمام أثيوبيا، هتكون في القاهرة. والمباراة العودة هتكون أمام بوركينا فاسو، هتكون في بوركينا يوم 9/9 الشهر القادم. طبعا المباريات ديت في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026، واللي هتكون في أمريكا وكندا والمكسيك. وطبعا بالنسبة لاختيارات كابتن حسام حسن، أنا في الفيديو ده عشان مطولش عليكم مش هتكلم غير على لاعب واحد، وهو في لاعب يعني معاه 3 جنسيات، وهو هيثم حسن. هيثم حسن ديت لعيب كرة، لعب في يعني لعب في الدوري الأسباني، ومعاه الجنسية الأسبانية والجنسية المصرية والجنسية التونسية يعني. ويمكن في فريقه لسه صاعد، وبيلعب في فريق اسمه ريال أوفييدو في الدوري الأسباني، ولسه صاعد. وكان لسه بيلعب مباراة امبارح أمام ريال مدريد، ونزل في الشوط الثاني. وطبعا ريال مدريد كسب المباراة ديت 3-0. بس قبل ما فريقه ما يصعد إلى الدوري الأسباني، كان واخد أسرع لاعب في الدوري، كان واخد أحسن لاعب في الدوري، وكان من أبرز اللعيبة المرشح إنه يتألقوا في الدوري الأسباني من الفرق اللي صعد للدوري الأسباني السنة دي. فالرسالة للكابتن حسام حسن قبل اللاعب ده ما يطير، واللاعب ده بيلعب في مكان صلاح وبيلعب تحت المهاجمين، يعني مركزه بيلعب وينج يمين وينج شمال وصانع ألعاب، يعني وأوقات كده بيلعب مهاجم وهمي. فرسالة للكابتن حسام حسن، يا ريت يعني يبص على اللاعب ديت. حتة لاعب بصراحة سريع ومهاري، كله هو يعني في مواصفات لاعب الكرة كلها. ويا رب كابتن حسام حسن يضم اللاعب ديت قبل ما منتخب تونس تخطفه، او اسبانيا. بس ما اعتقدش اسبانيا ممكن تاخده، لان اسبانيا طبعا يعني عندها نجوم ونجوم، يمين يامال وجافي وبدري يعني عندهم اكتر، وويلمز يعني عندهم اكتر من لاعب يعني جامد. فمش هيبقى محتاجين لهيثم حسن. فقبل ما منتخب تونس ياخده او اي منتخب ياخده ويديله الجنسية، يا ريت منتخب مصر يضمه ويلعب مع الكابتن حسام حسن في الفترة القادمة. السلام عليكم.